لو في يوم حسيت بألم في الأسنان تعال أقول لك ليه تختار دكتور محمد سليمان. مش علشان شاطر بس في شغله ولا خبرته الكبيرة، لكن عشان أول ما تقعد قدامه تحس إن الوجع بيهدى قبل ما العلاج يبدأ. دكتور بيعالج بإيده وبيراعي بقلبه، يسمعك يطمنك ويخليك تقوم من الكرسي وأنت مطمن مش خايف ولا متوتر. دكتور لما تختاره تبقى مطمن إنك في إيد إنسان مش بس طبيب. ضرسي كان وجعني بقاله فترة وأنا من النوع اللي ما بحبش الانتظار، وبقالي فترة كل ما أعدي على دكتور محمد ما شاء الله تكون العيادة مليانة ناس فأمشي، لكن النهاردة قررت أروح واستنى دوري طبيعي بسبب الألم اللي بدأ يزيد. ولما دخلت لدكتور محمد وبدأ يشتغل في الضرس لقيته مجهز مكان جديد داخل العيادة بأجهزة على أعلى مستوى، ومن ضمن الأجهزة دي جهاز الأشعة بالسنسور اللي بيقدر من خلاله يعرف الضرس ينفع يتقفل النهاردة ولا لازم كام جلسة. والحمد لله أول ما شافه قال لي هنقفل النهاردة وكمل شغله الطبيعي. ولكن حابب أقول لكم كلمتين كمان، الطبيب الحقيقي هو اللي قلبه بيراعي قبل إيده ما تداوي، ومن الناس دي نقدر بكل فخر نقول دكتور محمد سليمان ابن محافظة أسيوط ومركز ومدينة بيروت قرية صنبو تحديدا. طبيب بجد، إنسان بمعنى الكلمة، طبيب جبر الخواطر اللي عمره ما اتأخر عن مريض ولا عارف يوم كلمة ما اقدرش، اللي كان دايما أول الناس في وقت الشدة. ووشه البشوش وابتسامته كانت جزء من العلاج، يسابق في الخير ويسابق في الرحمة، يعامل الكبير كأنه أبوه والصغير كأنه من إخواته، والناس دايما تخرج من عنده مش بس متعافية لكن قلبهم مرتاح وخاطرهم مجبور. تبقى قاعد عنده كأنك تعرفه بقالك زمن، فأول مرة تزوره من تواضعه ومشاركة حديثه معاك أثناء شغله تلاقيه بيهون عليك وبيهزر ويضحك. يا دكتور محمد، محبتك في قلوب الناس مش من فراغ، دي زرعتها بإخلاصك وإنسانيتك، وده اللي بيخلي اسمك دايما على لسان كل مريض بالدعاء. ربنا يديم عليك الصحة والخير ويجعل تعبك في ميزان حسناتك، ويا رب يكتر من أمثالك. احنا سعداء النهارده نورنا الاستاذ ايمن ناصر الاعلامي الناجح والشاب الطموح بتاعنا، انه اختارنا من ضمن العيادات اللي قدامه الكتير خالص انه يعالج اسنانه ويجي عندنا يرتاح ويحصل على ابتسامه جميله زيه. ربنا يبارك في عمرك يا رب يا دكتور. سهل تبقى دكتور بس صعب تبقى إنسان. حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم، كم جاد من فضله